السلام عليكم يا شباب، أهلا بكل الأهلاوية. الأهلي يعود من جديد، الفرصة عادت للأهلي بعد تعادل الهلال وصن داونز، التعادل المثير 1-1. طبعا أنا رجعت النهاردة من المحكمة بعد ما خلصت شغلي عشان أتفرج على مباراة الهلال وصن داونز. للأسف الشديد الاشتراك بإن سبورت خلص من عندي بقالي أسبوع، مش قادر أجدد. الظروف صعبة، الحمد لله الظروف صعبة على الكل. وبعدين طبعا هتابع المباراة على النت. حوالي الساعة 3:15 كده، مش عارف الواحد شعر بنوم غريب. أنا مش على العادة إن أنا بنام فترة العصر أو الصبح عموما، يعني على عكس باقي الزملاء. المهم طلعت على السرير حوالي الساعة 3:30، كانت المباراة لسه 0-0. نوم غريب، نمت نوم غير طبيعي، صحيت الساعة 6:15. طبعا أول حاجة فكرت فيها إن أشوف نتيجة المباراة. وبصراحة أنا جبت الموبايل من جنبي وجيت أبص فيه، وأنا بأمانة مخبيش عليكم عندي خوف وقلق غريب. ولكن أول ما فتحت الفيسبوك، اول حاجة لقيتها في وشي لقيت الهستيري الزملكاوي الجميل. فتحت الفيديو لقيت الراجل بيقول الاهلي سالك الاهلي سالك. عرفت ان الحمد لله النتيجة في صالحنا، وبدأت اعرف ان المباراة انتهت بالتعادل 1-1، والهلال اضاع ضربة جزاء في الدقيقة 90 او بعد الدقيقة 90 ليتعادل الفريقين 1-1، وتعود الفرصة للمارد الأحمر من جديد. الأهلي حديد في حديد. الأهلي فعلا يا جماعة الحمد لله أبو السلكان، اللي أمه بتدعيله أحسن من اللي أمه بتديله. الأهلي بإذن الرحمن، مع احترامي لنادي الهلال ومدربهم، هيعمل الهلال السوداني عصير في رمضان إن شاء الله. المباراة يوم 1/4، السبت 1 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. الأهلي في القاهرة هيعمل الهلال السوداني زبادي إن شاء الله، وهيعبر ونفتح صفحة جديدة ونكتب سطر جديد في دوري أبطال إفريقيا 2023. الحمد لله مش الأهلي اللي يطلع من دوري المجموعات، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب. الفرصة رجعت لنا يا شباب. الأهلي إن شاء الله يعود كما نعرفه وكما نعهده في بطولات افريقيا. الف مبروك لكل الاهلاويه، وننتظر ان شاء الله مباراة الهلال عشان نعبر. هنعدي تاني المجموعة برضه مش مشكلة، ولكن بإذن الرحمن سنواصل إلى المباراة النهائية، والأهلي هيفتح صفحة جديدة في دوري الأبطال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتنا، وإن شاء الله انتظروا مننا كل ما هو جديد في عالم كرة القدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.